اتصالات المغرب تقدم لكم برنامج لالا العروسة. انا بعدا بغيت نقول واحد الحاجه مهمه. هاد السيده هادي باغا تجري على العالم، باغا تبقى في لاله العروسه بوحديتها، درات على طنطان اليوم الدبدب اصلا خرجت على فاس وعلى مراكش، وقيل يمكن غتصيفط رشيده الله اعلم لا بالفرايم حتى الا قعدوا كاع ما تنبعدوا بزاف معانا. ما تبغيش تجلس معانا، كتجلسش معانا باش ما الهضره تجبد الاخرى ونبداو في الاخر في شي حاجه صافي. كنا باسل. اليوم عندنا مسابقه خارجه بلاطو. فرحانه بعدا بزاف، ما كانش في العروبيه، هي ما كاين لا بقر لا حتى حاجه. ما نخافش على خالتي تجيب النقاط حيت هي اللي جابتهم هاد الساعه، وان شاء الله نديو انا وياها النقاط بزاف وندير كلشي في جهتي باش نجمعهم. نطلبوا الله يوفقنا باش نجيبوا النقاط. كما كتشوفوا حنا دابا شرحوا لينا المسابقه الاولى اوف بلاطو البرايم الرابع. حنا دابا كاين بزاف ديال ستريس، وسيرتو انا اليوم مريضه ماشي في نهاري. كنتمنى ان شاء الله انا وخالتي نكونوا متفاهمين وتفهمني ونفهمها ونديروا داكشي كيف ما باش نربحوا شويه النقيطات. وفي الصراحه غادي نقول لكم درت يدي ورجلي، عرفتي كنت عيانه ما فهمتش كيفاش رجعت فيا داك الانرجي وداك الشيء. صراحه المسابقه كانت صعيبه بزاف. صراحه الحاجه كما كتشوفيها اللايف راه ماشي هي كيفاش ما كتعيشيها، داك الشيء صعيب بزاف والله العظيم، ولكن راني درت اللي بجد ياك خالتي. لا تبارك الله عليها فاقت. الحمد لله حنايا دوزنا هذه المسابقه ديال الكوزينه وكان انسجام بيناتنا الحمد لله، وكنتمنوا ان شاء الله نكونوا صرعنا في الوقت ويكون عندنا الحظ فيها ان شاء الله ويكونوا نقيطات. بالنسبه للمسابقه ديال اليوم ما كانش عندي مشكل مع كوستي بحكم اننا متفاهمين. كيت حيتاش بقات فيا المسابقه الثانيه اللي درت ما اقتنعتش بداكشي اللي درت. دوزنا المسابقه الاولى صراحه قلت يقدر نكون درت فيها شي حاجه، مي الثانيه ما رضاتنيش وصافي كان شويه صعيبه. المسابقه الاولى خارج البلاطو برايم الرابع، المسابقه شكلت بزاف ديال المفاجات لا بالنسبه للحماوات ولا بالنسبه للعريسات. هما صراحه عندهم مع الكوزينه وداك الشيء، ولكن التقنيه فاش وحده. صراحه المسابقه كانت سهله وان طون صعيبه. صعيبه في لا تكنيك باش خدمنا، ماشي في داكشي اللي كان خصنا نديرو. تعاونت انا وخالتي، كنت انا كنبدا وهي كتكمل ليا، وحده كتكمل الاخرى. الحقيقه المسابقه دازت مزيانه وما كنتش كنتظر من نسرين كاع هادشي، وهي عمرها ما دخلت الكوزينه وما كتعرف دير حتى حاجه في الكوزينه، والحمد لله لان كنت عارفه انا غتكون في لاله العروسه المسابقه ديال الكوزينه، وقلت لها ما يمكنش توفقي لان ما كتعرف دير حتى حاجه هي في الكوزينه، والحمد لله. وكنطلب لهم التوفيق من عند الله، وانا فرحانه حيت تاهلوا للبرايم الثالث لان ما انتظرتهاش مره ما انتظرتش باش يتاهلوا للبرايم الثالث. ما عمري دخلت كوزينه، زعما دخلت ليها ولكن ما درتش يديها بحال اللي دزنا عليه اليوم. صراحه كنا كنخدموا انا وعروستي في الكوزينه وكنجربوها وكنسجموا بيناتنا حتى في الدار في الكوزينه ديالنا، وكنخدموا الخدمه بيناتنا كتكون متساويه، وكتصنت ليا كتسمع ليا داكشي اللي كنقول ليها والحمد لله. غتخرج عليك وغنبقى مصاحبه معاها رشيده، راه مصاحبه معاها ما تثقيش فيها، انا غير كنقول لك كتقول لك كنصلي. هي بعدا راه صاحبت رشيده عندك تصنتي ليا وتصنتي، قالت لك انا كنصلي وكنركع يا ربي نخرج نمشي بحالاتي، هذيك راه غير دوخه غير باش تخرج على كلشي. انا كنقول لكم انتم دابا تشوفوا. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة اتصالات المغرب.